الشهيد البطل علي خوجة قائد الكوموندوس وصانع الانتصارات. إن النضال الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي هو ملحمة طويلة سطرها الشعب الجزائري بتضحيات جسام وأبطال سطروا التاريخ بدمائهم. اليوم نتطرق إلى أحد أبرز قادة الولاية الرابعة تاريخيا في الثورة الجزائرية، الذي كان له دور حاسم في تطوير وتنظيم العمليات العسكرية. هذا القائد الذي ساهم في تأسيس عمليات الكوموندو أصبح رمزا من رموز الشجاعة والقيادة الحكيمة في معركة الاستقلال، مبرزا بأعماله العسكرية ودوره الاستراتيجي في تعزيز المقاومة ضد الاحتلال، ألا وهو البطل الشهيد مصطفى خوجة والملقب بعلي خوجة. ولد الشهيد علي خوجة يوم 12 جونفي من سنة 1933 في الجزائر العاصمة، ونشأ في كنف أسرة متوسطة الحال. التحق وهو في السادسة من عمره بالمدرسة الابتدائية، حيث تعلم مبادئ اللغة الفرنسية. عرف علي خوجة ببنيته الرياضية المتناسقة، طوله المتوسط وإرادته الصلبة. كان يتحدث مع مرؤوسيه بهدوء يبعث الطمأنينة، ما أكسبه احترام الجميع. أدى الخدمة العسكرية مرتين، حيث اكتسب خلالهما مهارات عالية في التعامل مع الأسلحة. عند استدعائه للمرة الثالثة تزامن ذلك مع اندلاع حرب التحرير، ليبدأ فصلا جديدا في حياته النضالية. هذه الصورة تعبر عن الملامح الأساسية للشهيد علي خوجة، كما وصفه وزير الثقافة والاتصال الأسبق بشير رويس. في عام 1953 كان يعمل في ثكنة العتاد ببلكور. خلال هذه الفترة التقى بأحد المجندين الجزائريين وأقنعه بالكرار والانضمام إلى الثورة الجزائرية، التي كانت بحاجة ماسة إلى رجال ذوي خبرة عسكرية. في 17 أكتوبر سنة 1955 قرر علي خوجة وزميله تنفيذ خطتهما. استغل فترة نوم الجنود في الثكنة فتمكن من الفرار إلى القصبة ومعهم الأسلحة والذخيرة. أثارت هذه العملية حالة استنفار قصوى في صفوف القوات الفرنسية، التي أطلقت دوريات مكثفة للبحث عنهما. اختبأ علي خوجة وزميله في منزل قرب مستشفى فردان عيسة إيدير حاليا لمدة أسبوع، وبعد هدوء البحث عنهما نقلهما الفدائيون إلى بورسعيد، ثم بسيارة إلى منطقة بني عمران قرب باليسترو الأخضرية حاليا. هناك استقبلهما مسؤولو جيش التحرير الوطني، ونظرا لذكائه وخبرته العسكرية الفريدة أسندت إليه مهمة الإشراف على مجموعة من المجاهدين. في الوقت نفسه كان علي خوجة على اتصال بالمسؤول عميروش عمران عن طريق وسطاء. أمره عمران بالبقاء في مكانه مؤقتا وانتظار التعليمات. كان علي خوجة يعمل في ثكنة لصيانة الأسلحة، حيث برع كعامل محترف، مما جعله عنصرا أساسيا لتنفيذ المهام الخطرة. حين أصدر عمران أوامره بانضمامه إلى الجبال، استغل علي خوجة فرصة غياب قائد الثكنة للاحتفال خارجها، وقاد مجموعة كوموندو لسرقة الأسلحة من ثكنة بحسن داي. فاجأت العملية قائد الثكنة عند عودته، وفر الكوموندو بأسلحة مهمة لينضموا إلى الجبال، حيث بدأت قصة كوموندو علي خوجة. لاحقا اقترح علي خوجة على عمران إنشاء مدرسة للتدريب العسكري، وهي فكرة غير مسبوقة آنذاك، كما طرح خطة جريئة أخرى: الاستيلاء على أسلحة العدو من خلال الهجمات المباشرة. وافق عمران على الفكرة، وسرعان ما نفذ علي خوجة خطته. قام بتشكيل كوموندو خاص لتنفيذ هذه المهام، مؤكدا على رجاله ضرورة عدم القتل إلا في الحالات الضرورية. كانت أولى العمليات ناجحة، وسرعان ما تبعتها عمليات أخرى استهدفت مواقع عسكرية فرنسية، حيث حصل الكوموندو على الأسلحة والذخيرة. في 2 من جونفي من سنة 1956 في جبال بوزقزة التي تطل على مناطق المتيجة، قاد علي خوجة الكوموندو الذي سيحمل اسمه لاحقا هجوما على موقع متقدم من تحصينات الجيش الفرنسي التي أنشأها الجنرال جنرال ستانيارو.
أسفرت العملية عن تدمير المعسكر وأسر حوالي 12 جندي فرنسيا من بينهم ضابط. هذا السرد الذي يظهر التفاوت الشديد بين القوات المتواجدة هو أيضا مثال بليغ للإيمان الوطني والشجاعة التي كانت تلهم مقاتلي جيش التحرير الوطني، وهي ما تعرف باللغة الفرنسية أوبيراسيون كوت 616 علي خوجة. وتوالت انتصاراته فعين قائدا على المنطقة الأولى بالولاية الرابعة بنواحي جبل بوزقزة. وبعد شهرين من انعقاد مؤتمر الصومام خطط علي خوجة لعملية جريئة بالهجوم على ثكنة عسكرية ببرج البحري ليشعر العدو بأن قواته في المدن، لكن العدو اكتشف مكان تواجدهم حينما قبضوا على أحد المناضلين. فهجمت قوات العدو مدججة بالآليات الحربية الثقيلة على المنزل الذي اتخذه مناضلو الجبهة مركزا صحيا لمعالجة المجاهدين الجرحى هناك. تبادل المجاهدون إطلاق النار مع القوات الفرنسية، ونظرا لتفوق العدو تمكن من القضاء على بعض المجاهدين من بينهم علي خوجة الذي سقط شهيدا في هذه المواجهة بتاريخ 11 أكتوبر 1956 ببرج الكيفان. بحسب مصطفى البليدي فإن الكوموندو تم تأسيسه فعليا في قرية بوكرم في بداية سنة 1956. وأضاف البليدي وهو أحد أعضاء الكوموندو أن القيادة الفرنسية كانت تطلق عليه الكوموندو 41. ويذكر الرائد عز الدين أن علي خوجة كان مدعوما بحظ أسطوري يتنقل من نصر إلى نصر، حيث كان أول من تجرأ على الخروج نهارا وتحدى وحدات العدو. وكان رجاله الذين تم اختيارهم بعناية يفتخرون بأنهم رأس حربه قوات جيش التحرير، معتزين بمظهرهم وسلاحهم مع شيء من الكبرياء. تكون كوموندو علي خوجة من 110 مجاهدين، وكانوا مزودين بأسلحة آلية. وحسب المجاهد محمد شريف ولد الحسين فإن الكوموندو شكل نواة ثورية حقيقية، حيث انتقل العديد من أعضائه إلى ولايات أخرى لتكوين وحدات قتالية مماثلة. وأدى النجاح الذي حققه رفاق علي خوجة خاصة بعد كمين باليسترو إلى تكثيف القوات الفرنسية تواجدها في المنطقة، حيث أمر الجنرال ماسو بنقل قوات إضافية لمحاصرة المنطقة بأكملها. علي خوجة سيظل دائما رمزا للشجاعة والتضحية في سبيل الوطن. قوته في الميدان، حكمته في القيادة، وإبداعه العسكري جعلوا منه قائدا استثنائيا. لم يكن مجرد مقاتل، بل كان ملهما لأجيال من المجاهدين الذين واصلوا طريقه مقتدين بعزيمته وإصراره على تحقيق النصر. تضحيته تمثل الجهد المستمر نحو الحرية، وتجسد أسمى معاني الوفاء للوطن. نستلهم من سيرته الكثير في مسيرتنا ليبقى اسمه محفورا في ذاكرة الجزائر رمزا للبطولة والفداء. نيابة عن كل جزائري حر نعبر عن أسمى آيات الشكر والتقدير للشهيد علي خوجة. إن تضحياته البطولية لم تكن فقط من أجل الجزائر، بل كانت دروسا في الشجاعة والإصرار على تحقيق الحرية. بفضل تفانيه في الثورة وبسالته في الميدان سيظل اسمه محفورا في تاريخنا كأحد أعظم الأبطال الذين قدموا حياتهم فداء للوطن. نفتخر بمسيرته ونستمد منها القوة والإلهام لمواصلة البناء والتقدم. رحم الله الشهيد، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.